السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وأفضل حال. فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد مصر. النهاردة يا رجالة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. ركز في الفيديو ده. قبل ما نبدأ الموضوع، يا ريتك لو أول مرة بتشوف الفيديو اعمل اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك الجميل. بسم الله نبدأ الفيديو. بصوا يا رجالة، هنتكلموا النهاردة عن الحمام اللي ينفع، انواع الحمام اللي ينفع تخش على بعض او ما تخشش. هنا بقى سؤال، هل في انواع حمام مختلفين، نوعين مختلفين ينفعوا يدخلوا على بعض؟ يا ريتك تكتب لي في التعليقات برضه تقول لي وجهه نظرك في الكلام ده. بصوا يا رجاله، انا من وجهه نظري وبخبرتي وبحكم 20 سنه في الغيه 20 سنه في الغيه مش 20 سنه في السجن 20 سنه في الغيه يا رجاله، ان الصح والمظبوط ان ما تدخلش نوع حمام على نوع تاني مختلف عنه. يعني اجيبها لك كده ايه، من جميع النواحي. يعني مثلا ما تجيش تقول لي مثلا ايه، طب ما الكراكندي ابن عم العبسي شبه بعض دخلوهم على بعض. ما تجيش تقول لي البنيدي الراجل الاسكندراني اللي هو اسمه كشك عندكم في القاهره، اللي هو البنيدي على الازملي، تقول لي ما هم شبه بعض يخشوا على بعض. ما تجيش تقول لي كرك ادخله على استرالي، الحلبي ادخله على اكول، حلبي اكول. بص بقى اقول لك انا الغلط ايه، انت لو جبت صوفي دخلته على بلدي هيخشوا على بعض. بس هي المشكله في ايه؟ المشكله بص، لو افترضنا مثلا عبسي وكركندي، العبسي شكله جميل جدا، لونه اسود بيضوي، تمام، برنيطه سواء برنيطه او مش ببرنيطه، المهم هو ليه شكل مميز كده جميل جدا، تمام تمام. طب الكراكندي، الكراكندي برضه شكله جميل جدا، في منه الفاتح في منه الغامق، تمام، الرقبه الخضراء بتضوي، شكله جميل جدا. طب لو دخلت العبس ده على الكراكندي ده، ايه الناتج؟ الناتج هيجيب لك زغلول ما بين العبسي والكراكندي، اصبح الجمال بتاع العبسي والكراكندي باظ راح. طيب واللي اسوأ من كده ايه؟ الزغلول ده لما يكبر وتفرخه، ده ان فرخته اصلا انت مش هتقدر تفرخه، لان شكله بقى وحش مش حلو. ده ان فرخته هتفرخه على ايه؟ على كراكندي، هيجيب لك برضه لخبطه. هنا هنا بتحصل اللخبطه، وبتحصل في اتواب وانواع في الحمام شبه انقرضت وفي منها انقرض، شبه انقرضت وفي منها انقرض. ده بسبب دخول الحمام على بعضه. حاجات بس معينه ممكن تخش على بعض في ايه؟ في نوعين فقط في الحمام ومن نفس النوع. يعني ممكن تدخل الصوفي، الصوفي تدخله على صوفي بس على توب تاني. يعني ممكن تدخل صوفي حجري على صوفي غشائي، او على صوفي آه برقبه خضراء برقبه صفراء. دي الحاجات اللي ممكن تخش فيها، بس في نفس الباب، في نفس النوع، في نفس الفصيل، تختلف من لون للون. لكن الكركندي باب مختص بذاته، العبسي باب مختص بذاته، البنيدي باب مختص بذاته، الازملي باب مختص بذاته، العنبري باب مختص بذاته، الاسود ابن القطاطه باب مختص بذاته، الاسود ابن العنبره باب مختص بذاته. فما تدخلش ده على ده، لان انا سمعت ايه بيقول لك اسمع بقى الكلام اللي بيتقال، والله العظيم الكلام ده موجود. بيقول لك عادي انت ممكن تدخل الريحاني على الازرق قطيفه او الكزخاني او على الاصفر ورق،
طب انا عايز اعرف حاجه، سؤال يعني حضرتك، انت هتستفاد ايه لما تحط الازرق قطيفه مع الازرق قطيفه؟ هيجيبوا لك ازرق قطيفه. حط ليه ريحاني مع كذا خنجي او مع ازرق قطيفه، انت استفدت ايه؟ بالعكس انت خسرت، ما استفدتش. تمام. طب الاصفر ورق، ليه تدخله على الكازاخنجي مع ان الاصفر ورق من المقنيرات بس ملوش علاقه الازرق قطيفه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا من قريب ولا من بعيد. زي كده الفرق ما بين البنيدي، البنيدي اللي هو اللي كتافات، انا راجل اسكندراني بتكلم بلغه اسكندريه يا رجاله، البنيدي، وما بين الازميلي اللي عندكم بيتسمى عنبري كشك. تمام. تمام. فالحاجات دي يا رجاله غلط. الصح بتاعها جوز كل فرد حمام للي شبهه، من نفس فصيلته، من نفس نوعه، ومن نفس لونه، عشان تحافظ على اللون. انت ما دام عاجبك اللون ده خلاص يبقى ثبت اللون بتاعه. بنيدي بكتافات سود، يبقى اجيب له تيره من ايديه بكتافات سود. تمام. ازميلي اصفر او اكول، اجيب له ازميليه صفراء او كولا زيه. خد من ده، قيس على كل حاجه. كازاخانجي حطه مع كازاخانجي، ريحاني حطه مع ريحاني، صافي حطه مع صافي زيه. بس زي ما قلت لك الصافي ممكن تلعب شويه في الاتواب، بس في الصافي. تمام. ممكن في الاسترالي برضو توب تدخله على توب، يعني ممكن مثلا عايز تعمل مزرزر تدخل التوب بشكل معين لتوب بشكل معين في الاسترالي او في الصافي. دي الحاجات بس من نفس الفصيل. تمام. كازاخانجي او الازرق قطيفه مش من فصيل ريحاني، شبه بعض، في شبه بعض، بس ده فصيل وده فصيل، ده مختص بذاته ده مختص بذاته. واللي يختلف عنهم كمان الصفر ورق او البيض ورق، دول مختلفين خالص عن الازرق قطيفه وعن الريحاني. تمام. في ناس كمان حاطه حشره ما بينهم الابله البنفسجي. فبصوا يا رجاله، الحاجات دي بتعمل انقراض في الاتواب وفي الالوان، مش في الحمام، انقراض. يعني دلوقتي هات لي قبله احمر كده، هات لي قبله احمر، مش هتلاقي. ليه؟ بسبب خدوا القبله الاحمر لبسوه عبايه تاني، اللي هو عبايه ايه التانيه، اللبس التاني. شيلوا بقى القبله الاحمر خلوه قبله قشر بندق. مش هخوض في الموضوع ده عشان انا عملت فيديوهات في الموضوع ده. تمام. قبله الاحمر رجاله هو القشر بندق. تمام. بس دخل جواه، فبالتالي حصل ايه؟ انقرض القبله الاحمر. تمام. نفس الحكايه في الاسود غزار، انقرض الاسود غزار، ما بقاش فيه اسود غزار. احنا اللي بنعمل كده في الحمام، واحنا اللي بنخرب الدنيا في الحمام. خلي كل حاجه مختصه بذاتها، كل حاجه مختصه بذاتها. ما تحطش خيريه على ام الخير، ما تحطش خيريه على ام الخير، عشان انت الخسران والحمام هو اللي بيدفع ثمن غلطك. الحمام هو اللي بيدفع ثمن غلطك. تمام يا رجاله. اتمنى يا رب تحافظوا على الحمام بتاعنا. كل كل نوع ياخد النوع اللي زيه، كل لون ياخد اللون اللي زيه. تمام يا رجاله. وكده انت بتحافظ على الحمام. وكل صدقني كل نوع او لون ربنا خلقه فهو اجمل شكل. فانت لما تتدخل تاخد اللون ده تحطه على اللون ده، صدقني اللون ده واللون ده لما يطلع منهم العش الزغلولين هيطلعوا اقل من اللونين اللي انت طلعتهم من بعض. تمام. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو. لو أول مرة بتشوفنا اعمل اشتراك في القناة. لو عجبك الفيديو لايك يا رجالة، لايك. وعايزين يوصلوا 1000 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.